السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم في كل بقاع الأرض بالجاه والمال وراحة البال والرزق الحلال دايما يا رب العالمين. مسعودين ومسرورين، أحلى متابعين في الدنيا، ربنا يخليكم لي يا رب دايما إن شاء الله بإذن الله. امبارح كانت مباراة السوبر، تعالوا نشوفوا مع بعض. رضا عبد العال قال إيه على البروف واخد لعيبه الزمالك شربهم ميه. معلش يا كابتن رضا، تعيش وتاخد خيرها ان شاء الله باذن الله. الجايات اكتر من رايحات ومن ده كتير، انت لسه ما تشوف. ده امبارح كده كان يعني مسح زور، يعني كانت فتحة شهية لسه اول معلقة من الدواء اللي كولر شربهولكوا يعني. بس ان شاء الله باذن الله هتشوف من ده كتير ان شاء الله باذن الله، وهتشوف اهل جديد وهتشوف اهل تاني وهتشوف لعيبة تانية وهتشوف بطولات كتيرة. معلش انا عارف ايه اللي حصل لك بعد الجون التاني ما جه. كدت ان تسورق وفقدت اعصابك ولا مؤاخذه يعني وطيت دماغك في الارض ونمت على بطنك، وده من داخل الكواليس يا كابتن رضا، ما تستعجبش انا عرفت الخبر ده منين. وشتمت على البروف، يعني عملت شويه حركات كده وشتمت اللعيبه وقلت ادي البروف المعفن اللي بتدوله دولارات، وقلت الفاظ كتيره انا عارفها بس مش هقولها كلها يعني. فمعلش يا كابتن رضا، انا عارف اللي انت فيه ومقدر الوضع اللي انت فيه. عن النقيض التاني اللي حصل في قناة الاهلي واللي حصل للكابتن ايمن شوقي، طبعا ما ننساش الدعاء للكابتن ايمن شوقي بالدعاء العاجل او بالشفاء العاجل ان شاء الله باذن الله. ربنا يشفيك يا كابتن ايمن ويعفو عنك ان شاء الله وترجع تاني على طول. الحمد لله طمنا عليه وبقى كويس، لكن الدكاترة انصحوه بعمل رسم قلب وانه يستريح شوية من الاجهاد، لان اللي حصل للكابتن ايمن شوقي يا جماعة اول بسم الله ما شاء الله ما النادي الاهلي احرز الهدف الاول من الفرحة اغمى عليه او شبه كان يفقد الوعي. اول ما النادي الاهلي احرز الهدف الاول يعني من الفرحة بقى يتنطط وبتاع، لدرجة ان عضلة القلب عنده توقفت تماما وكاد ان يغمى عليه، لولا عناية الله وقدره ان ربنا اكرمه واخدوه على المستشفى اللي في مدينة الانتاج الاعلامي وعملوا له الاسعافات الاولية. لكن السادة الدكاترة انصحوه بعدم تكملة البرنامج وانه ياخد راحة تامة، لكن هو اصر قال لازم ارجع اكمل البرنامج واشارك الجماهير في فرحة النادي الاهلي. يعني لدرجة ان هم اقترحوا في الاستوديو ان هم الضيوف بتوعي يطلعوا يكملوا يعني يكملوا التحليل بدون الكابتن ايمن شوقي، ولكن هو اصر اصرار كامل، ولكن هو اصر ان يستكمل البرنامج ويشارك الجمهور على قناة النادي الاهلي فرحتهم بالفوز الكبير. ولكن عندما احرز الهدف الثاني كريم فؤاد، كابتن ايمن شوقي كان عاوز يقوم بقى ويفرح ويتنطط ونسي ان هو يعني تعبان، لكن الكابتن اسامه عرابي اترمى عليه وحضنه وخلاه قعد على الكرسي زي ما هو. والف سلامه عليك يا كابتن ايمن شوقي، الحمد لله على السلامه، والحمد لله رب العالمين على هذا الفوز الكبير. لان يا جماعه والله العظيم الزمالك لو فاز على الاهلي امبارح لطلع مرتضى منصور بهدل الدنيا وشتم على الخطيب وكان، لكن حد سمع له صوت امبارح انكسر، دي كانت كسرة له. عشان كده انا في الفيديو بتاع بالنهار قلت ونشدتكم ان احنا لازم ننشر الفيديو ده عشان يعني ما يقدرش يتكلم ولا يفتح بق ولا يطلع على القنوات ولا يشتم، واول ليلة ما يطلعش على القنوات ولا يشتم ولا يسب حد، وهذا كان درس قاسي بالنسبة له. ولكن بفضل دعائكم الفيديو حقق معجزة وحقق مشاهدات عندي بسم الله ما شاء الله، يعني داخل على 45 ألف مشاهدة. أشكركم جميعا 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 على دعمكم الغالي، ومهما أشكر أو الشكر لله الأول طبعا سبحانه وتعالى، ومهما أشكركم لم أعطيكم حقكم أبدا أبدا أبدا. دايما على راسي أحلى متابعين، دمتم في رعاية الله وأمن وسلامه، دايما مسرورين مسعودين إلى قبر الرسول زائري. اشتراك ولايك من ايديكم الحلوة وصلوا على النبي الزين.